مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتنا موبايل تك. أنا أحمد، والنهاردة هنتكلم عن موبايل جديد من شركة ريلمي، وهو ريلمي سي 65. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تتعلق بالموبايل ده، من المواصفات والمميزات والعيوب والسعر، وهل يستحق الشراء ولا لا. يلا بينا نبدأ الفيديو، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نبدأ بالمواصفات التقنية للموبايل ده. بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 65 هيليو جي 85. المعالج ده بيقدم أداء كويس جدا في الفئة دي، سواء في الألعاب أو في الاستخدام اليومي. الشاشة، الموبايل بيجي بشاشة كبيرة بحجم 6.72 ونسبة تحديث 90 هرتز HD بلس من نوع IPS LCD. الشاشة دي بتديك تجربة ممتازة سواء بتتفرج على فيديوهات أو بتلعب ألعاب. الذاكرة والتخزين، الموبايل بيجي بثلاث نسخ. الأولى بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، 6 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، والتانية بذاكرة 8 جيجا رام و128 جيجا بايت، والتالتة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام. وكمان الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع الذاكرة. البطارية، واحدة من أهم المميزات في الموبايل ده هي البطارية الكبيرة بسعة 5000 ملي أمبير. البطارية دي بتديك استخدام طويل جدا من غير ما تحتاج تشحن الموبايل كل شوية. والموبايل كمان بيدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. الكاميرات، ننتقل دلوقتي لكاميرات موبايل ريلمي سي 65. بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، ودي بتديك صور واضحة وجودة عالية حتى في الإضاءة المنخفضة. الكاميرا التانية عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، ودي بتساعدك على تصوير الأشياء القريبة بتفاصيل دقيقة. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فالموبايل بيجي بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل، ودي ممتازة لعشاق السيلفي ومكالمات الفيديو. المميزات، خلينا دلوقتي نتكلم عن المميزات اللي بتخلي ريلمي سي 65 اختيار ممتاز. بطارية ضخمة، البطارية بسعة 5000 ملي أمبير هتديك استخدام طويل جدا، وده هيكون مناسب للناس اللي بتستخدم الموبايل طول اليوم برا البيت. أداء كويس، بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 85. بيقدم أداء جيد جدا في الفئة السعرية دي، سواء كنت بتستخدم تطبيقات كتيرة أو بتلعب ألعاب. شاشة كبيرة، الشاشة بحجم 6.72 بوصة ونسبة تحديث 90 هرتز هتديك تجربة مشاهدة ممتعة سواء في الألعاب أو الفيديوهات. دعم للشحن السريع، الموبايل بيدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وده هيساعدك انك تشحن الموبايل بسرعة لو كنت مستعجل. العيوب، لكن زي اي موبايل ريلمي سي 65 له بعض العيوب اللي لازم نذكرها. الجسم البلاستيكي، الموبايل مصنوع من البلاستيك، وده ممكن اللي ما يكونش بنفس فخامة الموبايلات المصنوعة من الزجاج او المعدن، لكن الجسم البلاستيكي ليه برضو مميزات زي انه ما بيكسرش بسهولة. الشاشة HD مش فول HD. وهنتكلم عن الأداء في الألعاب. لو انت من عشاق الألعاب أكيد هتكون مهتم بأداء الموبايل ده في الألعاب. خلينا نقولك ان ريلمي سي 65 بيقدم أداء جيد جدا في الألعاب بفضل معالج ميديا تك هيليو جي 85. جربنا ألعاب زي بابجي وكول اوف ديوتي، والموبايل كان بيشغلهم بكفاءة عالية من غير تقطيع. تجربة الصوت، بالنسبة لتجربة الصوت الموبايل بيجي بسماعات أحادية وصوتها عالي وواضح. كمان الموبايل بيحتفظ بمنفذ 3.5 ملي للسماعات، وده بيبقى مريح لو بتستخدم سماعات سلكية. الأسعار، بالنسبة للأسعار الريلمي سي 65 بيجي بأسعار مختلفة حسب النسخة اللي هتختارها والسوق اللي هتشتري منه. في مصر السعر يتراوح من 6 و7000 جنيه مصري. في السعودية يتراوح السعر حوالي 700 ريال سعودي. أما في الإمارات فسعره حوالي 699 درهم إماراتي. هل يستحق الشراء؟ السؤال الهام، هل ريلمي سي 65 يستحق الشراء؟ الإجابة بتعتمد على احتياجاتك وميزانيتك. لو بتدور على موبايل بأداء جيد، بطارية ضخمة وشاشة كبيرة وبسعر مناسب،
يبقى ريلمي C65 اختيار ممتاز. لكن لو بتفضل موبايل بقسم معدني أو مستشعر موبايل أو مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ممكن تختار حاجة تانية. النهاية، ده كان كل حاجة عن موبايل ريلمي C65 بالتفصيل الممل. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. لو عندكم أي أسئلة أو تعليقات اكتبوا لنا في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد من موبايل تك. شكرا لمتابعتكم وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.